السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الفيزياء. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا بنشوف تأثيره في حياتنا تقريبا كل يوم، ابتداء لما تفتح إزازة المية لحد ما بتغوص تحت المية. النهاردة هنتكلم عن الضغط. يعني إيه ضغط؟ ليه بتحس بألم في ودانك لما تنزل تحت المية بسرعة؟ وإزاي الضغط بيأثر على الغواصات؟ وإزاي حتى بيأثر على الطائرات؟ النهاردة هنفهم كل حاجة ببساطة وبأمثلة من حياتنا عشان الفيزياء تبقى سهلة وجميلة وممتعة. يلا بينا. يعني ايه ضغط؟ دلوقتي انت لما تكون واقف وبتتكي ايدك على الترابيزة بشكل عمودي، فانت كده بتضغط على الترابيزة. تمام، يعني انت دلوقتي لما بتتكي بايدك على الترابيزة ده معناها ان انت بتأثر بقوة على مساحة الترابيزة. يعني ادي مساحة الترابيزة اهي، يبقى دي مساحة الترابيزة ايه، وانت بتأثر على الترابيزة بقوة في شكل عمودي، يعني قوة عمودية اف، فانت كده بتضغط على الترابيزة. الضغط رمزه بي، وده بيساوي القوة على المساحة، يعني بيساوي الاف على الاي. ماشي. طب لو حبيت تعرف الضغط، دايما لما تحب تعرف اي حاجة هتحط المقام بواحد. تمام، طب يلا كده حط المقام بواحد كده. طب واحد ايه دي؟ مساحة، تبقى 1 متر مربع. عارف الواحد متر مربع دي احنا بنسميها وحدة المساحات. يبقى لما هعرف الضغط هقول انه الضغط هو القوة المؤثرة عموديا على مين؟ على وحدة المساحات. ده التعريف. طيب بالنسبة للوحدة، لا الحقيقة مش وحدة، ده الحقيقة هم وحدات، لأن الضغط ليه وحدات كتير جدا. تمام، يبقى وحدات الضغط. انت مش بتقول ان الضغط ده عبارة عن قوة على مساحة؟ طب ما القوة بتتقاس بالنيوتن والمساحة بتتقاس بالمتر المربع. يبقى اذا وحدة قياس الضغط هي نيوتن لكل متر مربع. ماشي. او لو مش عايز تقول نيوتن لكل متر مربع، عادي تقول باسكال. باسكال ورمزها بي اي. تمام، بس ممكن نخترع وحدات تانية. ازاي؟ تعال اقول لك. دلوقتي انت بتقول ان وحدة قياس القوة نيوتن على المتر مربع. تعال نكتب كده نيوتن على متر مربع يساوي، ايه رأيك تعال نفك النيوتن. مش نيوتن ده اساسه قوة، والقوة بتساوي كتلة في عجلة، يبقى الكتلة كيلو جرام والعجلة تبقى متر ثانية أس سالب 2. يبقى دي كده فكت النيوتن على مين؟ على المتر المربع. تمام، يقوم المتر اللي فوق ده يتشال مع التربيع اللي تحت ده، يبقى عندي كده تحت في المقام متر أس واحد، تطلع فوق بمتر أس سالب واحد. يبقى بالتالي هتقول كيلو جرام متر أس سالب واحد ثانية أس سالب 2. يبقى أنا كده عندي كام وحدة للضغط؟ ادي معايا، ادي واحد، ادي التانية، ادي التالتة. ممكن كمان نخترع وحدة رابعة للضغط. طيب اللي هي ايه؟ تعالى اقول لك ازاي نخترعها. ما اساسا وحدة الضغط اللي هي نيوتن على المتر المربع يساوي. طيب قبل يساوي عايز اعمل حركة، ايه رأيك لو ضربت البسط في متر وقسمت على متر اكنك عملت حاجة؟ لا طبعا ولا حاجة. لكن خلي بالك، نيوتن في متر دي وحدة قياس الشغل او الطاقة، يعني جول. اذا نيوتن في متر دي معناها جول على متر تربيع في متر هيدي لك متر تكعيب. يبقى كده الوحدة الرابعة وصلت بالسلامة، تبقى جول لكل متر مكعب. يبقى احنا كده عندنا 4 وحدات للضغط لغاية دلوقتي. ادي واحدة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. طيب تعالى دلوقتي نعرف الضغط ده بيتوقف على ايه. يتوقف على واحد، الضغط اساسا قوة على مساحة. اذا اول حاجة يتوقف عليها الضغط هو القوة، حيث
الضغط بيتناسب طردي مع القوة. يعني طبيعي يا جماعة كل ما هتزود القوة أكيد الضغط هيزداد. طيب تاني حاجة بيتوقف على المساحة، والمساحة هنا يا جماعة في المقام، يبقى تناسب عكسي. يبقى بيتوقف على المساحة، يبقى في تناسب عكسي ما بين الضغط والمساحة. دي معناها ايه؟ دي معناها ان كل ما المساحة قلت الضغط هيزداد. وتعالى افهمها لك مرة واتنين وتلاتة كمان. دلوقتي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي الإبرة اللي بتخيط بيها، الإبرة سنها رفيع خالص خالص. عارف يعني إيه سنها رفيع خالص خالص؟ يعني المساحة بتاعتها صغيرة جدا. طيب وايه المشكله يعني، وايه الفايده يعني لما تكون مساحتها صغيره؟ ما هو حضرتك لما تكون المساحه صغيره جدا معنى كده ان الضغط هيكون كبير جدا، لان الضغط بيتناسب عكسي مع المساحه. يعني في الاخر يبقى هيكون الضغط بتاع الابره كبير جدا جدا حتى تخترق الاجسام. طيب خد كمان واحده. عارف انت العربيات الكبيرة، عربيات النقل الكبيرة، بتلاقي الكاوتش بتاعها بسم الله ما شاء الله عريض جدا عريض جدا. طيب يعني هم ما كانوش ينفع يسترخصوا ويخلوا الكاوتش ده رفيع؟ لا ما ينفعش. لو رفيع العربية دي لو مشيت في الشارع ممكن العربية تغرز، لان العربية تقلها كبير جدا. فبيخلوا الكاوتش عريض. بيخلوا الكاوتش عريض ليه؟ علشان المساحة دي تكون كبيرة جدا، ولما المساحة تكون كبيرة جدا هيكون الضغط صغير، فبالتالي العربية لما تمشي على الأرض أو على الرمل ما تغرسش. تمام. يعني يقول لك سنعل الإطار سيارات النقل الثقيل عريض أو اللوي حتى تكون المساحة كبيرة فيكون الضغط صغير. ولو طالب شاطر يكتب لي علاقة اللي هي بيتناسب عكسي مع المساحة. طيب خليني برضو أكمل معاك وخد رقم 3. ما أنا قلت لك هفهمها لك 3 مرات، فهمناها مرتين بالإبرة وفهمنا كمان حكاية كاوتشات العربيات النقل الثقيل بتكون عريضة. خد كمان حاجة 3. دلوقتي أنت لما تكون واقف برجليك الاتنين على الأرض، تمام، فأنت كده هيكون لك ضغط، يعني بتأثر على الأرض بضغط معين بيه. تمام. طب إيه رأيك لو وقفت برجل واحدة؟ هل الضغط هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل زي ما هو؟ مش عايزك تستعجل، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت دلوقتي لما بتقف على الأرض فانت بتأثر بضغط على الأرض. طيب مش الضغط هو قوة على مساحة؟ طب فين القوة؟ القوة هنا عبارة عن قوة وزنك. انت لا تملك سوى قوة وزنك اساسا. تمام. انت في الاول كنت واقف برجليك الاتنين، فالمساحة عبارة عن مساحة رجلك اليمين زائد مساحة رجلك الشمال. طب لما تقف برجل واحدة، ايوه المساحة بقى هتقل. ده مش هتقل بس، ده هتقل للنص. المساحة لما هتقل للنص الضغط هيزداد للضعف. يعني لو كان ضغطك في الاول بي هيصبح ضغطك 2 بي. يبقى كده الضغط هيزداد للضعف كمان. طيب تعالى كده ادي لك سؤال او مسألة بسيطة. اقول لك مثلا انه شخص وزنه W يقف بكلتا قدميه. حلوة كلتا قدميه دي، خلي بالك منها. فإذا كانت مساحة كل قدم عبارة عن ايه؟ فإن الضغط يساوي نقط. تمام. يلا بينا كده. بيقول لك انه الشخص ده وزنه W بيقف بكلتا قدميه. تمام. يعني واقف برجلين الاتنين. مساحة الرجل الواحدة ايه؟ طب الضغط هيساوي ايه؟ طب بص كده، انت اساسا عارف ان الضغط بي بيساوي القوة على المساحة. تمام. القوة هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوة الوزن اللي هي W على المساحة. هو واقف بكلتا قدميه، خلي بالك. يعني المساحة عبارة عن مساحة رجله اليمين زائد
زائد مساحة رجله الشمال. تمام. يعني المساحة كده هنا هتكون اي زائد اي، يعني 2 اي، فالمساحة هنا بتساوي 2 اي. اذا الضغط بيساوي مين؟ بيساوي دبليو على 2 اي. يبقى اذا الضغط يساوي دبليو على 2 اي، يبقى هي دي الحل بتاعها. طب المرة اللي فاتت لما شرحت الكثافة قلت انه الكثافة ليها تطبيق. طب دلوقتي انا بشرح الضغط برضو ليه تطبيق. هناخد تطبيقين للضغط. اول تطبيق اللي هو قياس اطار سيارة. بص يا غالي دلوقتي قبل ما اطلع بالعربية بتاعتي بتلاقيني كده الف حواليها. طب بلف حواليها ليه؟ بطمن على الكاوتشات، اذ لربما يكون كاوتش نايم، العملية هتبقى وحشة خالص. طيب يعني لازم قبل ما اطلع بالعربية خاصة لما اسافر لازم اطمن ان الكاوتشات زي الفل. يعني ايه زي الفل؟ يعني ضغط الهواء فيها كويس، يعني ما يكونش الكاوتش نايم. بص كده الكاوتش لما بيكون منفوخ كويس بيكون منظره عامل كده اهو. ماشي، ده لما يكون منفوخ كويس، وادي الارض اهي. طيب الكاوتش لما بيكون نايم، بيكون منظره عامل كده اهو. طيب بص وركز بقى معايا في الحتة اللي جاية. الكاوتش لما يكون منفوخ يعني الضغط الهواء اللي جوه ده، الضغط هيكون كبير ولا صغير؟ كده الضغط هيكون كبير، الكاوتش منفوخ. طب الكاوتش نايم، معنى كده ان ضغط الهواء اللي جوه هيكون ضغط صغير. لما يكون الضغط صغير بص كده على مساحة التلامس، هتلاقي مساحة التلامس كبيرة، يعني هتزداد مساحة التلامس مع الأرض، فبالتالي ده هيزود الاحتكاك، ودايما الاحتكاك بينتج عنه حرارة. فبالتالي لو واحد الكاوتش بتاعه نايم ومشي بيه مسافة طويلة خالص، يعني مشي بيه من أسوان للقاهرة مثلا، حرفيا الكاوتش هتلاقيه ولع منه. عشان كده يقول لك السؤال سنعلل: لماذا ينصح بعدم قيادة السيارة عندما يكون ضغط الهواء داخل الإطار صغير؟ أقول له جيم: لأنه عندما يكون ضغط الإطار صغير تزداد مساحة التلامس، فبالتالي يزداد الاحتكاك، فبالتالي تزداد سخونة الإطار، يعني حرفيا الكاوتش هيولع بيه. تمام. طب تعالى بقى نشوف التطبيق الثاني. للضغط اللي هو قياس ضغط الدم. دلوقتي لما الدكتور بيقيس الضغط الواحد ويكون الضغط بتاعه مظبوط، هيقول له ده انت الضغط بتاعك 100، ده انت كده ضغطك 120 على 80. ده معناه ايه؟ ده معناه انه في نوعين من ضغط الدم. في حاجة اسمها الضغط الانقباضي، وفي حاجة اسمها الضغط الانبساطي. ايه الضغط الانقباضي؟ الضغط الانقباضي ده عبارة عن ضغط الدم في الشريان بس لما عضلة القلب بتنقبض. تمام. وده بيساوي للإنسان السليم، هتلاقيه بيساوي 120. طب 120 ايه؟ 120 تور. ايه هو التور؟ التور ده وحدة ايضا من وحدات الضغط، احنا خدنا 4 وحدات ودي الوحدة الخامسة. طيب والضغط الانبساطي؟ الضغط الانبساطي هو ضغط الدم في الشريان بس لما عضلة القلب تنبسط وترتخي، وده للشخص السليم هتلاقيها بتساوي 80 تور. تمام. وممكن اقول لك سؤال، اقول لك النسبة بين الضغط الانقباضي الى الضغط الانبساطي. طب ما الضغط الانقباضي اللي هو 120 تور والانبساطي 80، صفر مع الصفر، على الأربعة فوق فيها التلاتة، على الأربعة تحت فيها الاتنين. تعالى دلوقتي نكمل مع بعض على قوانين الضغط. دلوقتي القوة لما كانت عمودية على المساحة، ساعتها كنت بتقول الضغط B
بيساوي اف على ايه. تمام. يعني مثلا لو عندك قوة مقدارها مثلا 10 نيوتن، فال10 نيوتن دول كلهم هيعملوا ضغط على الترابيزة. تمام. اما لو كانت القوة مايلة، يعني لو أثرت على الترابيزة وإيدك كانت مايلة على الترابيزة، يعني ما كانتش عموديا، وكانت برضو أثرت عليها بقوة 10 نيوتن، ايه اللي هيحصل؟ هل العشرة نيوتن دول كلهم هيعملوا ضغط؟ الحقيقة لا. ليه؟ لان انت لما تزق كده، لما انت تضغط وتكون ايدك مايلة، العشرة نيوتن مش كلهم هيعملوا ضغط، ده في جزء منهم هيزق الترابيزة، يعني هتلاقي الترابيزة هتتزاح معاك. يعني العشرة نيوتن مش كلهم هيعملوا ضغط يا جماعة، في جزء كبير منهم هيعمل ضغط، ماشي انا معاك في دي، لكن في جزء تاني بيزيح الترابيزة. تمام. يعني في الحالة دي الضغط هيزيد ولا يقل؟ اكيد هيقل. يعني معنى كده ان الضغط بيكون اكبر حاجة لما تكون القوة عمودية، اما لما تكون القوة مايلة لا، هتلاقي الضغط هيقل. ليه؟ لان في جزء من القوة هيزق الترابيزة. يعني لما يكون لما يكون القوة عمودية، يبقى في الحالة دي البي بيساوي اف على ايه، الضغط هنا عبارة عن قيمة عظمى. اما لما تكون مايلة هتلاقي الضغط هيقل. طيب لما تكون القوة مايلة، انت قلت لي الضغط هيقل، يعني ينفع تقول انه البي بيساوي اف على ايه؟ لا. امال هتقول ايه؟ هتقول بي بيساوي، بص كده، هتلاقي القوة بتصنع زاوية سيتا. بس انا اجيب لك القلم الاحمر. القوة بتصنع زاوية سيتا. تمام. يبقى المفروض القوة دي هنحللها لمركب تيم. الحقيقة أنا يعني مش عايز أدوش دماغي بتحليل القوة والكلام ده. المهم لما تكون القوة مايلة في الحالة دي، الضغط هيكون بي بيساوي اف ساين سيتا على الاي. مين هي السيتا؟ السيتا دي زاوية بين القوة والسطح، زاوية بين القوة والسطح. طيب ممكن بقى ادي لك الزاويه بين القوه والعمودي على السطح ازاي؟ يعني بص كده معايا، ادي السطح اهو في الحاله الثالثه، الرسمه الثالثه، ده كده اسمه العمودي على السطح، اسمه العمودي على السطح. طب لو اديتك الزاويه ما بين القوه والعمود على السطح وسميتها لك سيتا، في الحالة دي هتقول لي الضغط بي بيساوي اف كوزين سيتا على الايه. يعني يا جماعة امتى بستخدم القانون ده؟ بستخدم القانون ده لما يدي لك الزاوية ما بين القوة والسطح. طيب امتى بستخدم القانون التاني ده؟ ده لما يديني الزاوية ما بين القوة والعمودي على السطح. إذا كده عندي 3 قوانين للضغط. الضغط لما يكون عمودي يبقى البي بيساوي اف على ايه. لما يديك زاوية ما بين القوة والسطح هتستخدم القانون ده. لما يدي لك الزاوية ما بين القوة والعمودي على السطح هتستخدم القانون ده. يلا بينا نشوف آخر جزئية عندي في الشرح اللي هي متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات اللي هو زي علبة الدواء دي بنسميها متوازي مستطيلات. بس متوازي المستطيلات بتاعنا هيكون مثلا متوازي مستطيلات من الحديد او النحاس او اي حاجة. فدلوقتي لما امسك مثلا متوازي المستطيلات اللي من الحديد واحطه على الترابيزة، هلاقيه بيضغط على الترابيزة. ماشي. طيب الضغط بيساوي ايه؟ بيساوي القوة على المساحة. طب فين القوة؟ القوة هنا عبارة عن قوة وزن متوازي المستطيلات. تمام. طيب قبل ما ادخل على القوانين، ارسم لك هنا متوازي المستطيلات. حجم متوازي المستطيلات الطول في العرض في الارتفاع، او دايما حجم اي حاجة بيساوي مساحة القاعدة A مضروب في الارتفاع اللي احنا نسميه H. يبقى حجم متوازي المستطيلات فوليوم بيساوي E في H. تمام. طيب بالنسبة للوزن أو قوة الوزن احنا في سنة أولى كنا بناخد رمزها W، لكن دلوقتي احنا هناخد رمزها FG. لحسن تفتكر ان الF رمز والجي رمز، لا، هما الاتنين رمز لمين؟ للوزن أو قوة الوزن. قوة الوزن أساسا بتساوي mg، الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية.
ام جي. تمام. طب تعالى نفك الام، نفكها منين؟ من قانون الكثافه اللي احنا كنا بنحطه في مثلث. كنت بتقول انه الرو بيساوي الام على الفوليوم. تمام. يعني لو عايز الام بس يبقى الام بيساوي الرو في الفوليوم. تمام. يبقى يلا بينا تعالى نكتب كمان مرة. يبقى الاف جي بيساوي الام، شيل الام نحط مكانها رو في الفوليوم مضروب في مين؟ في الجي. انا الصراحة بحب احط الجي في النص كده. يبقى انا كده عندي قانونين لمين؟ للوزن. اف جي بيساوي ام جي، او اف جي بيساوي رو جي فوليوم. تمام. طب ده كان بالنسبة للوزن. طب بالنسبة للضغط، ضغط اي حاجة بي بيساوي اف على ايه، بس الاف هنا عبارة عن قوة وزن، يعني اف جي على الايه. ده مين؟ ده الضغط. ده الضغط بصفة عامة. تمام. طب تعالى كده لما يكون متوازي مستطيلات يبقى الضغط بي بيساوي، تعالى بقى نشيل الاف جي نحط مكانها رو جي فوليوم. يبقى رو جي فوليوم على مين؟ على الايه، يساوي رو جي. بقول لك ايه، ما تشيل الفوليوم نحط مكانها مين؟ اي اتش. يبقى اي اتش على الايه. ايوه، هتلاقي ان الايه هتروح مع الايه، فده هيدي لك رو جي اتش. اذا ضغط متوازي المستطيلات بي بيساوي رو جي اتش. خلي بالك القانون ده بستخدمه في حالة متوازي مستطيلات فقط، او اسطوانة، او اسطوانة. يبقى القانون الاخير ده بستخدمه مع متوازي المستطيلات بس او الاسطوانة. طب افرض ما كانش متوازي مستطيلات او اسطوانة، استخدم ايه؟ تستخدم القانون ده. القانون ده يا جماعة ينفع في كل الحالات، لكن اخر قانون ده اللي انا حاطه في مستطيلايه ده مش بينفع غير مع متوازي المستطيلات او الاسطوانة. وبكده يا ابطال نكون خلصنا درس الضغط وفهمنا اهميته وتأثيره في حياتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، ولو عندك اي سؤال ما تترددش وتسأل في التعليقات. ما تنسوش تدعموا المحتوى ده بلايك وتشاركوا مع زمايلكم علشان الكل يستفيد. وكالعادة مستر رشوان بيدعم طلابه. نلتقي ان شاء الله في درس جديد من دروس الفيزياء، حيث الفيزياء والمتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.